سوف نشوف هذا في ضابط جاي نحكي معه ونشوف. وادي وياك؟ منعونا وعشان سبيل قوات من الإسلام بشرطة مسجلين. اسمع علي؟ اسمع دول. أخونا موقفنا من الموضوع إنه أهلنا في حضر هجوم صلوا حوالي أكثر من 6 سنوات. جبهة النصرة والعصابات الإرهابية عم بتهاجم أهلنا في حضر وقرى جبل الشيخ. إسرائيل عم تدعم هاي العصابات وعم بتعطيهم المؤن والسلاح وعم بتجيب الجرحى تبعهم تعالجها في المستشفيات الإسرائيلية. هذا وضع لا يقبل، لأنه المنطق بيقول من يحمل سلاح العدو فهو عدو. إذا إسرائيل بدها تحارب سوريا تتفضل، دول قبال دول، جيش قبال جيش. أما إنه إسرائيل تدعم هاي العصابات وهذول يجوا قتلوا أهلنا وجماعتنا في حضر، 120 شهيد من حضر، 140 شهيد من حرفة، هاي قرى صغيرة، من عرنا أكثر من 50 غير باقي القرى. واليوم هجوم كاسح ومن الشريط الإسرائيلي. يعني اليوم إسرائيل سمحت لهاي العصابات تطوق حضر من الأربع من نواحي. أنا دعيت نداء عاجل لكل مشايخ وشباب الطائفة حتى النساء والأطفال إنه يتوجهوا للجولان لنصرة أهلنا في حضر. الجنود الدروز اللي بيخدموا في الجيش الإسرائيلي إجباريا نطلب منهم إنه يتركوا وحداتهم ويطلعوا منها، لأنه بصيرش يخدموا الدولة اللي عم بتساعد العصابات الإرهابية ضد أهلنا. إحنا ملزمين ندافع عن الدين والعرض والأرض. أهلنا في حضر هذول عرضنا، ما بنسمح إنه إحنا جنودنا تخدم إسرائيل وإسرائيل عم بتساعد العصابات هاي.